رسميا امريكا دخلت على الخط واستهدفت ايران، وكمان وانا بكلمك دلوقتي ايران اعلنت الخبر الاخطر في مسيرتها كلها. ايران اعلنت انها هتقفل مضيق هرمز، وده اللي وافق عليه البرلمان الايراني. فاضل بس موافقه المجلس الاعلى الايراني ان هو يدي الاوكي ويقول لهم تمام اقفلوا. ده معناه العالميه الثالثه رسمي. طب ليه معناه ان الثالثه العالميه رسمي هتحصل؟ ببساطه لان المضيق ده بيجي عن طريقه اكتر من 20% او هنقول خمس تجاره العالم من البترول. يعني النفط بتاع العالم كله اللي بيجي من منظمه اوبك اللي هم الدول الخليجيه بيمر عبر المضيق ده وبيروح لدول العالم كلها. فايران هنا عملت خطوه مهمه انها اجتمعت بالبرلمان، والبرلمان وافق ان هو يقفل المضيق ده. طيب مين بقى الدول اللي بتستفيد من المضيق ده؟ انت بتتكلم في دول العالم كلهم، ولكن بالتحديد الدول الاهم فهي امريكا، روسيا، الصين. هنا بقى ايران قررت انها تلعب اللعبه دي علشان تخلي الصين تتدخل بشكل رسمي، وتخلي كمان روسيا تساند بشكل رسمي. وده اللي بالفعل اعلنه من ساعات فلاديمير بوتين. قال ان امريكا بتجر العالم انهم يخشوا في الصراع ويبقى العالميه الثالثه بتحصل حالا. وقال ان امريكا مش في حساباتها ان في دول كتير قادره ان هي تساند ايران عسكريا. مين بقى البعبع الكبير اللي لحد دلوقتي كان واللي ممكن يبقى الحصان الاسود اللي يخلص كل ده؟ الصين صناعتها بالكامل متوقفه على المضيق ده. يعني الصين عندها احتياطي من البترول، عندها احتياطي من النفط كبير جدا، ولكن الصين دوله بتبعد كل البعد انها تستخدم الاحتياطي. يعني شغاله نظام اول باول، الاستهلاك عندهم عالي جدا، دوله صناعيه من الطراز الاول. فانت بتتكلم ان النفط اللي بيروح ده بيشارك في الصناعه اللي بتحرك الصين او بتحرك العالم كله تقريبا، لان الصين هي المصنع بتاع العالم. فايران هنا كانها بتقول للصين انتوا لو ما اتدخلتوش رسمي صناعاتكم كلها هتقف. وده اللي بالمناسبه الصين ما تحبهوش ولا هتتمنى ولا هتسمح بوجوده. طيب هو ايه اصلا اللي حصل؟ اللي حصل انه احنا نايمين الفجر لقينا ترامب منزل تغريده بيقول فيها انه خلاص تم استهداف المفاعل النووي الايراني، وده اهم مفاعل عندهم، المفاعل اللي موجود جوه الجبل. واتقال انه استهدف بصواريخ وزنها اطنان من ماده التي ان تي. الا ان ايران طلعت واعلنت وقالت ان بالفعل الصواريخ الامريكيه استهدفت المكان، الا انها ما اثرتش عليه، لان ببساطه المفاعل ده في جبال، والجبال دي موجود تحتها المفاعل تحت اعماق كيلوهات من المترات. يعني انت مش بتتكلم في مكان مجرد بس ليه غلاف من الجبل، لا ده تحت بعمق كبير. الا ان طلع وزير الدفاع الامريكي النهارده وانا بكلمك من دقائق تقريبا قال ان احنا خلاص قضينا على الحلم الايراني في انهم يفعلوا اليورانيوم او يخصبوا اليورانيوم ويبقى عندهم نووي رسمي. الا ان ايران طلعت وقالت احنا كان عندنا المعلومه اصلا ان امريكا هتتدخل، وكنا عارفين ان امريكا هتغدر، بالرغم من انها قالت انها مأجله المفاوضات اسبوعين لحد ما ايران تفكر، ولكن كان عندنا المعلومه ان امريكا هتعمل كده. وعلشان كده احنا من قبلها فرغنا المفاعل كله سواء من الناس اللي شغاله فيه او من اليورانيوم المخصب جواه. وايران هنا اعلنت رسميا انها هترد على امريكا، وقالت انها هترد على امريكا في القواعد اللي موجوده في الشرق الاوسط. طيب ايه بقى اهم قاعده اللي اصلا ايران قالت عليها بالتحديد؟ القاعده الامريكيه اللي موجوده في البحرين، وده بسبب ان الطيارات الشبحيه والمعدات اللي راحت استهدفت المفاعل بتاع ايران كلها خرجت من القاعده اللي كانت موجوده في البحرين، واتقال ان بعد كده هي غيرت مكانها. يعني القاعده اللي موجوده في البحرين اصلا دلوقتي فاضيه، الا ان ايران قالت انها تستهدف البنيه التحتيه بتاعت القاعده دي علشان ما تشتغلش تاني بعد كده. ولكن خليني اقول لك ان ممكن ده يكون سيناريو لحفظ ماء الوجه، وده حسب محللين كتير قالوا. يعني ببساطه انا هستهدف القاعده دي لكن هي فاضيه، يعني انا اسم اهو بوظت لك البنيه التحتيه بتاعت القاعده دي وفي نفس الوقت ما عملتش ليك ضرر. ليه؟ عشان لو في اي وسيله للمفاوضات ما بقاش بوظت كل السبل للمفاوضات دي، وفي نفس الوقت هرد عليك الرد اللي فعلا هيوجع، وهو الرد الاقتصادي بان هم يقفلوا مضيق هرمز. طيب السيناريو اللي لحد دلوقتي مطروح ايه هو؟ ان ايران تستهدف القاعده اللي موجوده في البحرين بالرغم من ان هي فاضيه، او ان فعلا ايران هترد على القواعد اللي موجوده في الخليج. وهنا هيبقى الموضوع كبر اكتر ما هو كبير، خصوصا لو المجلس بتاع ايران كمان بدا ان هو يوافق على ان هم يقفلوا مضيق هرمز، فكده يبقى خلاص مفيش مجال للمفاوضات اساسا. عايز اقول لك كمان ان الشعب الايراني كله مضى على عريضه، العريضه دي عايزين او بيطلبوا فيها من الحكومه بتاعتهم ان هم ينسحبوا من المفاوضات النوويه اساسا، وده راي الشعب كله. يعني بمعنى صح الشعب بيديهم تفويض، اعمل اللي انت عايزه احنا معاك، ما يهمكش اي ضرر هيلحق بالشعب وكمل في اللي انت بتعمله. ايران لحد دلوقتي محققه مكاسب سياسيه مهمه جدا، وهي انهم خرجوا الكيان بره الصوره تماما. يعني امريكا اصلا كانت مفوضه الكيان ان هم اللي يخلصوا قصه المفاعل بتاع ايران، سواء بقى بالطرق السياسيه او بالطرق اللي هم سلكوها الايام اللي فاتت. الا ان بمجرد ما امريكا اتدخلت معنى كده انها بينت للعالم كله ان الكيان مش قادر ان هو يحل، القوه العسكريه بتاعته بقى شكلها وحش قدام العالم. فحاليا الكيان بقى هو حلقه ضعيفه جدا في التفاوض او في الموضوع كله ما بين امريكا وما بين ايران. هرجع برضو للسؤال المعتاد بتاعنا، انت شايف الموضوع هيوصل لحد فين؟ رد ايران اللي جاي هيكون عامل ازاي؟ هل هتستهدف القواعد بتاعت الخليج كلها، ولا الموضوع هيبقى لمجرد حفظ ماء الوجه علشان لما يجوا يتفاوضوا ما يبقى شكلهم قدام شعبهم مش حلو؟ استنى رايك.